عندما يتم القبض على بيكيني بوتوم من قبل البشر، سيستخدم سبونج بوب قواه الجديدة مع صديقته ساندي لإنقاذ جميع السكان المحاصرين في القبة الرهيبة. اليوم سنلخص قصة فيلم Saving Bikini Bottom The Sandy Cheeks. ساندي تشيكس سنجابة من تكساس شغوفة بعلم الأحياء البحرية. انتقلت ساندي للعيش في قاع المحيط في بيكيني بوتوم بعد أن أرسلت من مختبر أبحاث، ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءاً من المجتمع المحلي هناك. تواصل ساندي أبحاثها العلمية وتستمتع أيضاً بالعزف على الجيتار، ولديها حصان آلي يساعدها في التنقل. وفي أحد الأيام يغزو المحيط آلة ضخمة تهدد سلامة المدينة، وتحاول ساندي وسبونج بوب الهروب. تنكسر آلة ساندي وتدمر المدينة، مما يؤدي إلى حالة من الذعر بين السكان. في النهاية يؤخذ سكان بيكيني لسطح الماء، ويظل فقط ساندي وسبونج بوب. الشخص الوحيد السعيد بخراب المدينة هو شمشون، لأنه انتظر طويلا للانتقام من سكان المدينة. بعد اختطاف أصدقائه يبدأ سبونج بوب في البكاء، وتكتشف ساندي أن مختبر تكساس للأحياء البحرية المعروف باسم بوتس هو المسؤول عن الاختطاف. تدرك ساندي أن هذا هو المختبر الذي تعمل لديه، فتحاول الاتصال بكايل، ولكنها تكتشف أن المختبر تغيرت إدارته بعد بيعه. بينما يبكي سبونج بوب لفقدان أصدقائه، تحاول ساندي تهدئته وتدعي أنها تعرف مكان بيكيني بوتوم. تستخدم ساندي ضغط الماء للوصول إلى السطح. يطير الاثنان وبالصدفة يهبطان على طائرة متجهة إلى تكساس. عندما تخرج ساندي من الماء تتخلص من بدلة الغوص، لأنها الآن في بيئتها الطبيعية. سبونج بوب يبدأ في الانهيار، لأنه يحتاج إلى مياه المحيط لترطيب نفسه لمساعدة صديقها على العودة إلى وضعه الطبيعي. تقوم ساندي برشه بغسول الترطيب الفائق الذي طورته بنفسها طوال الرحلة. بينما تنظم ساندي خطة إنقاذ، لا يستطيع سبونج بوب التوقف عن التفكير بأصدقائه، وعندما يرى النقانق يتذكر الحبار. عندما تصل الطائرة إلى غالفاستون، تقوم ساندي بإلقاء صديقها من الطائرة وتقفز خلفه، وبعد أن يمسك بها في الهواء ينزلقان بأجنحتها عبر السحب ويكتشفان حديقة مائية في صحراء تكساس، لكنهم يواجهون إعصاراً يجرفهما مع حيوانات أخرى. بعد التخلص من الإعصار يسقطان في الصحراء، حيث تخترق أشواك الصبار جسم سبونج بوب وتساعده ساندي لإزالة الأشواك. ثم يكتشفان علامة تدل على أنهما بعيدان عن غالفستون. سيتعين عليهما سير 626 ميلا للوصول إلى المدينة. بينما يحاول سبونج بوب وساندي الوصول إلى المختبر، يكتشف السيد سلطع أن مدينته دمرت، ويشعر بالخوف عندما يرى إنسانا ينظر من خلال الزجاج، فيركض عائدا إلى المطعم ويغلق الأبواب. في هذه الأثناء تكتشف فيبي وكايل أن سبونج بوب وساندي مفقودان. تظهر رئيستهم تسونامي وتغضب عندما تعلم أن سبونج بوب وساندي مفقودين. المرأة لديها سمكة ضخمة آكلة اللحوم كحيوان أليف، وكلبها المحبوب كودا. في طريقهما إلى المختبر، تتعرض ساندي وسبونج بوب لكمين من الثعابين السامة. تستعد ساندي للمعركة وتستخدم مهاراتها القتالية، بينما يستخدم سبونج بوب جسده الإسفنجي لمحاصرة الأعداء. تصاب ساندي بلدغة ثعبان وتضعف حواسها، فتطلب المساعدة عبر الصفير. يظهر بول مع مقطورته، ويخرج منها العديد من السناجب الأخرى للدفاع عن ساندي. يقاتل القوارض الثعابين المجلجلة ويحققون النصر. ويشعر سبونج بوب بالإعجاب بعائلة ساندي. تقوم الجدة بامتصاص السم من جسد ساندي، ويأخذ بول ساندي وسبونج بوب إلى المقطورة، حيث يوضحون لهم كيفية قيادة السيارة بفضل مهاراتهم البهلوانية. ساندي تطلب مساعدتهم لإنقاذ أصدقائها، ويدرك بول أن هدف ساندي ليس التجسس بل دراسة الكائنات البحرية، ويقرر مساعدتها في إنقاذ أصدقائها. نكتشف أن سبونج بوب هو محور مشروع تسونامي السري، وتحتاجه لمواصلة بحثها. عندما تكتشف أن سبونج بوب مفقود، تغضب وتبدأ في هز الكرة الزجاجية التي تحاصر المقيمين في قاع البيكيني. فيبي تسأل تسونامي عن سبب احتياجها سبونج بوب، وتعرض المرأة مقطع فيديو توضح خطتها لاستنساخ جميع الحيوانات بعد تعديل الحمض النووي لها، لجعلها قادرة على التنفس خارج الماء وتوزيعها كحيوانات أليفة للأطفال حول العالم. بعد اكتشاف نوايا رئيستهم، تدرك فيبي وكايل أنهما يجب أن يعثروا على سبونج بوب بسرعة لتجنب الطرد. في الوقت نفسه يلاحظ راندي أن محرك السيارة توقف، ويطلب من سبونج بوب المساعدة في الحصول على الأدوات. بينما ساندي تستيقظ لتناول الإفطار وتسترجع ذكرياتها مع عائلتها في السيرك.
تؤدي القارضة الألعاب البهلوانية وتبصق النار لإشعال الشواية. عندما تدرك أن ابنتها لا تزال لديها موهبة العمل في السيرك، تطلب الجدة منها الانضمام إلى العائلة مرة أخرى، لكن ساندي تقول إنها تحب العلم أكثر من أي شيء آخر. في ذلك الصباح اجتمع جميع أفراد الأسرة لتناول شرائح لحم التفاح التي أعدتها الجدة أثناء مناقشة مستقبل ساندي. ثم ظهر سبونج بوب وقال إنه اكتشف المشكلة في المحرك، لأنه كان هناك راكون مختبئ بالداخل. بول يقرر على الفور طرده من السيارة، وتستمر المجموعة في طريقها. في هذه الأثناء في بيكيني بوتوم يتحدث بلانكتون مع الحاسوب عن آلة الاستنساخ التي طورتها سو، والحقيقة هي أن الرجل الصغير قضى سنوات يحاول إنشاء جهاز لاستنساخ نفسه، لكنه لم ينجح أبدا، لذا قرر أن يطلب مساعدته في سرقة الآلة من المختبر حتى يتمكن أخيرا من إنشاء جيش من العوالق وحكم العالم. في تلك اللحظة التي تبدأ فيها السماء تمطر فطائر البسكويت، وعندما يكتشفون أنه يمكنهم تناول الطعام مجانا، يبدأ سكان بيكيني بوتوم في التهام الفطائر، بينما يحاول السيد سلطة منعهم. بعد بضع ساعات عندما تمتلئ بطونهم تأمر المرأة العلماء بالبدء بتجربتهم. قبضت فيبي على بسيط والحبار شفيق والسيد سلطة أيضا بعد احتجاز الحيوانات البحرية في غرف الطرد المركزي، وقاموا بتحويلهم إلى حيوانات قادرة على البقاء خارج الماء. ثم تم احتجاز الثلاثي مع نموذج يقلد قاع البكيني، وكان السيد سلطة غاضبا لأنه لم يعد مطعمه الحقيقي موجودا. وعندما اكتشف أنه يستطيع التنفس خارج الماء، أصبح شفيق متحمسا للغاية لدرجة أنه بدأ بالرقص، لكن كل سعادتهما انتهت عندما دعت المرأة طفلين للقائهم ومعاملتهم كما لو كانوا ألعابا. بعد الاختبار تأمر المرأة كايل بإعادة الأطفال إلى والديهم، وتبدأ في التخطيط للخطوة التالية. ساندي وعائلتها كانوا على بعد بضع كيلومترات فقط من المقر عندما اعترضت طريقهم سيارة شرطة بدأت بمطاردتهم. عندما اكتشف راندي أن سيارته مهددة بالحجز، قرر القيام بمناورة خطيرة وعبر أمام شاحنة وسلك طريقا يؤدي إلى عمق الصحراء. لكن في نهاية الطريق وصل راندي إلى حافة منحدر ولم يستطع التوقف في الوقت المناسب، ولحسن الحظ أثناء سقوط السيارة علقت المقطورة في وسط إعصار مما خفف من شدة السقوط. بينما استمرت المطاردة اقتربت سيارة الشرطة منهم من على الإعصار الثاني. قررت ساندي التصرف فاستخدمت حبلا لربط الإعصار، ثم ربطت طرف الحبل بمرساة وألقت بها على الأرض. تم إيقاف الأعصار بينما ذهب الآخر بعيدا، وتمكن راندي من العودة إلى الطريق، لكن عدة مركبات أخرى مدعومة بمروحيات الشرطة عادت تلاحقهم. عندما أدرك بول أن عائلته لن تتمكن من الهروب لفترة طويلة، قرر وضع ساندي وصديقها في مدفع وقذفهما بعيدا عن السيارة. أثناء السقوط فتحت ساندي ذراعيها وبدأت في الانزلاق، ووصلوا إلى حديقة مائية حيث سقطوا في حمام السباحة بأمان ولم يتعرضوا لأي إصابات. تستخدم ساندي جهاز جوجل للأشعة السينية للبحث عن المختبر السري، بينما يستمتع سبونج بوب بدغدغة السباحين، وتعلق بساق أحدهم للخروج من الحوض وذهب لمساعدة ساندي في البحث عن المختبر. في تلك اللحظة بدأ كودا بمطاردتهما وسقطا في حوض السباحة أثناء الهروب، لكن الكلب قفز خلفهم في الماء. يقرر الاثنان تسلق المزلاج المائي والحصول على منظر مميز لمواصلة بحثهم. عند هذه النقطة تتمكن ساندي أخيرا من العثور على مقر بوتس. يكتشف الصديقان أنهما لا يزالان مطاردين. تخلصت ساندي من الكلب استدرجته إلى النافورة، وانتهى الأمر بإصابة الكلب بتيار قوي من الماء. قرر الصديقان استخدام ممر الصرف الصحي وركوبهما مع التيار الذي يأخذهما إلى حوض الصرف في المختبر. عند رؤية بيكيني بوتوم يشعر سبونج بوب بالراحة ويستقبله حلزونه الأليف، ثم يركض بين ذراعي بسيط ويشكره السيد سلطة على قدومه لإنقاذهم. تظهر فيبي وكايل ويمسكون بسبونج بوب ويقومون بإبلاغ رئيستهم بالأخبار. عندما تكتشف ساندي من يقف وراء القبض على أصدقائها، تغضب من خيانة رئيستها السابقة فتقرر مهاجمتها، لكن المرأة تتمكن من القبض عليها وحبسها في قفص. تكشف المرأة أنها كانت شغوفة بالمخلوقات المائية، لكن بسبب هجوم الأسماك آكلة اللحوم عليها انتهى بها الأمر بالتحول إلى إنسان آلي، فقررت استنساخ الحيوانات من قاع البكين لتسويقها. بعد اكتشافها أنها كانت تستخدم للتجسس على أصدقائها، تشعر ساندي بالذنب، وبينما يرسل سبونج بوب إلى آلة الاستنساخ التي تبدأ في إنتاج إسفنجات صغيرة. يتمكن كودا من الوصول إلى المختبر ويقوم بتدمير جهاز الاستنساخ، مما يؤدي إلى انتشار النسخ الصغيرة. تهرب المرأة لتجنب الهجوم، بينما يساعد فيبي وكايل ساندي في الهروب. ساندي تطرح الروبوت أرضا وينتهي رأس المرأة في معدة سمكتها الأليفة.
يكتشف مستر سلطع أنه عند جمع النسخ الصغيرة يشكلون جسدا واحدا، بينما تتشقق قبة قاع البكيني وتبدأ في تسرب المياه. تستخدم ساندي صافرتها السرية للاتصال بعائلتها، ويظهر إعصار يدمر سقف المختبر. تمكنت ساندي بمساعدة عائلتها وأصدقائها لبناء آلة قادرة على توليد طاقة كافية من النصف الثاني من سباركي ليتمكنوا من الطيران، ولكن الطاقة المولدة كانت كبيرة جدا لدرجة أن القبة طارت عبر الغلاف الجوي للأرض. وعندما أدركوا أنهم قد تمادوا كثيرا، توقفت ساندي وأصدقاؤها عن الركض من أجل قطع تدفق الطاقة، وتمكنوا من العودة إلى الأرض بسرعة عالية إلى المحيط. تبدأ الكرة الزجاجية في الغرق والتفكك، مما يسمح للبكيني بوتوم بالعودة إلى مكانه الأصلي. بعد عدة أيام يقدم سبونج بوب عرضا كبيرا في مطعم كراستي كراب، بينما تحصل ساندي على فرصة الأداء في السيرك مع عائلتها. يستغل الفرصة مستر سلطع لتحقيق الربح من برجر سلطع، وتستمتع فيبي وكايل وكل سكان البلدة بالعرض. وتنتهي الأمسية بأداء ساندي وحصانها الآلي لأغنية جميلة مع أصدقائها. فما رأيك في هذا الفيلم؟ اتركه في التعليقات أدناه، وإذا أعجبك الفيديو ضع إعجابك واشترك للحصول على المزيد من الملخصات. نراكم في المرة القادمة، إلى اللقاء.